مسلسل رائع جدا انه تناول قضية جديدة مختلفة عما كنا نراه من قبل. شفنا مع بداية الحلقات أداء انتصار بشخصية حمدية، هي والدة أحد أبطال المسلسل اللي تقام. عجبني أداء انتصار في هذا العمل، ذكرني بشخصيتها في مسلسل ذات اللي مر عليه سنوات كثيرة جدا، كانت مع نيلي كريم وباسم سمرة. شخصية انتصار كانت رائعة جدا، الكلام اللي تقوله، الكلام والحوار في السيناريو في هذا العمل جذاب جدا، خصوصا انه هذا العمل تناول قضية مختلفة جدا، وهي قضايا التيك توك متعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي اللي دائما ما يتم تناولها فقط في الإطار الكوميدي. يتم تناول هذه القضية في الإطار الدرامي، المشاكل اللي صارت في المجتمع بعد ما شفنا عدد كبير من الفتيات يتم قتلهم، بعض الفتيات يتم سجنهم. هناك قضايا متعلقة بالخصوص مع الفتيات في مواقع التواصل الاجتماعي، قضايا متعلقة بالخصوص مع الفتيات بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي اللي تسببت بعدد كبير من المشاكل اللي تكلمت عليها الصحافة، حتى أنه بعض الأحداث كنا شاهدناها وتكلمت عليها الصحافة بعد ما يتم جرائم كبيرة وقعت بسبب مواقع التواصل. أما أبو ضيف هي من الكاست اللي يؤدي هذه الشخصية البطولية في العمل، ممثلة رائعة جدا عندها مستقبل، خصوصا بعد ما شفناها مع غادة عبد الرازق، شفناها مع ممثلين كبار، أدائها مميز جدا. أيضا شوفوا ليلى أحمد زاهر في هذا العمل اللي شفناها في مسلسل في بيتنا روبرت، بموسمين متتاليين لحد الآن الناس تتابع هذا العمل، كوميدي جدا رائع مميز. الكاست أيضا يحمل محمد محمود ليؤدي شخصية النبهاني، فنتمنى أنه هذا العمل يقدر أنه يوصلنا هذه القضية ويركز عليها في شهر رمضان المبارك، من تكون كاينة كل الأنظار نحو التلفزيون ومتابعة الأعمال. القصة مثيرة للجدل ورائعة. المسلسل على حسب ما عرفت على أنه مسلسل قصير جدا، ممكن أن يكون 15 حلقة، وهذا اللي غادي يخلينا ننجذب أكثر لمتابعته، خصوصا أنه مسلسل قصير، مسلسل يتناول قضايا الشباب، فيجذب الشباب لمتابعته أو اللي يحبوا المسلسلات القصيرة بدل المسلسلات ذات حلقات أطول وتتجاوز 30 حلقة. ثم أذكر هذا العمل أثر فيكم أم لا، أنكم تتابعوه، وش رأيكم في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة؟ خبروني عبر التعليقات. أنا رافع محي الدين في صفحة What They Say.